في ألمانيا شاب سوري عمره 23 عام حاول التحرش بفتاة عمرها 15 عام، يعني قاصر. الجنسية ألمانية، جنسيته حسب المتداول على منصات التواصل الاجتماعي في قطار الآي سي السريع. متواجد الشاب السوري ومتواجدة البنت الألمانية، وحاول التعدي عليها، لكن الحمد لله رب العالمين بفضل الله عز وجل ومن ثم السكيورتي الموجود في القطار قدر يوقف هذا الشيء اللي راح يصير. مثل هذولا الشخصيات، مثل هاي النماذج تشوه سمعة السوريين وتشوه سمعة العرب بشكل كامل. اليوم انت جاي على دولة حتضنتك، قدمت إلك، لما بعض الدول العربية ما دخلتك، حطت لك خيام وحطتنا على الحدود، ما خلتنا حتى نفوت. ألمانيا ما قصرت بحق اللاجئين بشكل كامل، إذا كان عربي ولا سوري أو مهما كانت جنسيته. لكن بعض الناس اللي تحب تشوه سمعة العرب، بتحب تشوه سمعة السوريين، بتحب تساوي مشاكل هيك. يعني اليوم خلص روح تزوج بالحلال أحسن ما تعتدي على بنت بالحرام. حسبي الله ونعمه الوكيل على هذا الشيء اللي عم بيصير. أريد من الكل يكتب لي رأيه بالتعليقات، إيش رأيكم بهذا الشيء اللي عم بيصير بخصوص الناس اللي تعتدي على الناس في القطارات، أو تتهجم عليهم أو تتحرش بهم. طبعا هذا مصدر الخبر يلي منشور على الصحف الألمانية. كان معكم إياد ترند، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.